السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في وصفات اميرة. اهلا بيكم يا امارات، وحشتوني بجد قد الدنيا. يعني النهاردة بقى جايبه لكم وصفة حلوة جدا واقتصادية في نفس الوقت، حاجة كده يعني تقولي بقى حلويات او نوع من انواع البسكوت، حاجة كده بتدوب في البق. ينفع تاكليها بقى مع كوباية شاي، كوباية لبن الصبح، حاجة كده حلوة جدا ومش هتاخد في ايدك اي وقت. اهم حاجة زي ما انا قلتلك بختار وصفات حلوة جدا وتكون اقتصادية، يعني مش هتكلفك اي حاجة، وكمان سريعة وحلوة جدا. تعالي بقى اقولك انا عملت ايه. بس قبل اي حاجة تعالوا نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. اول حاجة هجيب بضاية وتكون بدرجة حرارة الغرفة، واحط عليها كيس فانيليا ونص كوباية سكر، وابدأ ان انا اضرب البيضة دي لحد اما لونها يفتح معايا خالص، يعني يكون مايل للبياض شوية. عايزة اضرب يعني حوالي كده 3 دقايق لحد اما اللون بتاعها يفتح خالص، وبكده هتكون جاهزة لبقية المكونات اللي احنا هنضيفها. زي ما قلتلك ما تقلقيش، هي كلها مكونات بسيطة خالص ومش مكلفة بالمرة. هبدأ بقى ان انا كده اضرب في البيض لحد ما بقى الاقيه، يعني انا مجرية الفيديو طبعا ومسرعة الفيديو لحد اما لونه يفتح معايا. هبدأ ان انا في المرحلة دي احط نص كوباية زيت واحط رشة ملح صغيرة، وابدأ ان انا اخلط الكلام ده كله مع بعضه وامزجهم كويس عشان احضرهم للمكونات اللي انا هحطها بعد كده. يعتبر كده خلاص اساسا ما عادش مكونات، زي ما انا قلت لكم الوصفه بسيطه. هبدا انا كنت محضره كوبايه ونص دقيق، وهبدا ان انا احطهم بالتدريج لحد اما اكون عجينه اعرف ان انا اشكلها. حطيت اول كوبايه وهحط نص الكوبايه التاني، واسيب يجي معلقتين كده، عوزتها ما عوزتهاش خلاص. هبدا انا طبعا العجين ده كله يعني عجين الحلويات مش بيتعجن خالص. انا عايزة اخلي المواد الدهنية اللي هو الزيت يندمج مع الدقيق، يعني انا مش بعجن خالص. وهنا بقى كنت حسيت ان انا محتاجة لنص المعلقتين الدقيق اللي انا شلتهم من الكوباية ونص دقيق، وبدأت ان انا احطهم وامزجهم مع بعض. وده طبعا بيعتمد على نوع الدقيق اللي انت مستعملاه، يعني في نوع دي ممكن تستخدمي له سوائل كتير عشان تشكل معاكي العجينة، وفي نوع دي ما بيستخدمش، يعني مش بتستخدمي له سوائل كتير. نيجي بقى للمرحلة بتاعة التشكيل. حاجة بسيطة خالص، بتجيبي كل قطعة كده وتبدأي انك تكوريها وتدي لها تبطيطة صغيرة. انا مش عايزاها رقنقة خالص، يعني انا عايزاها بحوالي كده نص سنتي. وايه يعني تحاولي انك تخلي الاشكال كلها قد بعض علشان يبقى شكلها حلو معاكي في الاخر. انا هنا بقى كنت محضرة الفرن بتاعي مسخناه على درجة 180 درجة، وهتقعد من حوالي تلت ساعة نص ساعة او اقل كمان على حسب نوع الفرن اللي عندك، او في مروحة او لا، يعني مش بتاخد اي وقت خالص. هنا بقى خلصت كمية الحلوى اللي انا عملتها وحطيتها في صينية مدهونة زيت علشان ما تلزقش منك لما تطلع من الفرن. دخلتها كده بقى الفرن، قلت احضر الصوص الشوكولاتة اللي انا نزلتها فيه وغمستها فيه. جبت كوباية لبن وعليهم معلقتين 2 كاكاو ومعلقتين سكر، بس ما تكتريش، يعني المعلقتين السكر ما تملهمش قوي. بجد يعني صوص اقتصادي كمان، ممكن تستخدميه تحطيه على كيكة او اي حاجة، دوناتس او اي حاجة، يعني موفر خالص واقتصادي بالمرة. هنا بقى بدأت ان انا اخلطهم، خلطيهم مع بعض كويس جدا، يعني امزجيهم مع بعض قبل ما تحطيهم على النار. بدأت ان انا اقلب كده، وبعد ما دمجتهم خالص حطيتهم على نار تكون وسط، مش عايزة النار تكون عالية قوي. خلاص كده انا كده يعني امزجيهم حلو خالص علشان ما يكتلش منك على النار. حطيتهم بقى على النار، مش عايزة ان اللبن بالكاكاو يغلي خالص، يعني مجرد اما يعمل فقاعات بسيطة خالص كده زي ما انت شايفة. انا قلت اصوره لكم علشان برضك تكونوا منتبهين. مش عايزة اللبن يغلي، لو غلى هيديكي طعم مش كويس خالص. هو مجرد اما يدفى كده منك تحطي مكعبين 2 شوكولاتة، تكون شوكولاتة خام، وبكده يكون صوص الشوكولاتة متحضر معايا، يعني بصوص اقتصادي ومش مكلف خالص.
وهنا بقى كانت خلاص جهزت معايا، وبجد كان لونها حلو جدا يعني. زي ما قلت لكم شغلوا الفرن من تحت تاخد لون كويس وتستوي معايا. هبدا ان انا اشغل الشوايه ياخد اللون الذهبي اللي قدامكم هنا ده. اي حد بقى وصل هنا ما ينسيش يعمل لي لايك ويعمل لي اشتراك. خلاص كده بقى كانت خلاص جهزت معايا، وهبدا ان انا احطها في صوص الشوكولاته اللي انا عاملاه. بجد الصوص كان طعمه حلو جدا، والبسكوت او الحلوى كان طعمها تحفه، فعامله ميكس جامد. هنا بقى خلاص غمستها في صوص الشوكولاته، وهبدا ان انا اطلعها واحطها في جوز الهند المبشور. طيب مش حابه جوز الهند، ممكن تحطيها بقى في اي مكسرات انت حباها. ممكن تحطيها في سوداني يعني مجروش، او اي نوع مكسرات انت حباه. ما عندكيش ممكن صوص الشوكولاته ده يغني عن اي حاجه. بجد كان طعمها حلو جدا، بس ميكس الشوكولاته مع جوز الهند مدي طعم خطير خطير. البسكوت بيبقى طالع معايا من الفرن طري، بعد كده بينشف. واول لما احط البسكوتة في صوص الشوكولاتة بيطرى معايا تاني كده. يعني مش بيطرى قوي، بس بيدوب في البق وبيديلي نكهة غير طبيعية. صوص الشوكولاتة ما بحطش البسكوت فيه الا لما يسقع معايا. مش عايزاه ساقع برضو قوي او سخن قوي. لو ساقع يعني مش هيبقى لطيف. انا عايزة البسكوت يكون دايب، وفي نفس الوقت يعني يكون دافي. خلاص كده كانت جهزت معايا. بجد حلوة كده حلوة جدا يعني، ومش بتاخد اي وقت. يعني لو جالك ضيوف او اي حد كده، او مثلا عايزين تتعشوا عشاء خفيف او فطار خفيف، تعملوها كده مع كوباية لبن كده، بتبقى حاجة في منتهى الجمال. اتمنى انكم تجربوها، لانها وصفة تستاهل ان هي تتجرب فعلا، لانها سهلة وبسيطة، مكوناتها بسيطة. مع الف الف سلامة.